هؤلاء المواطنين عبروا بأدائهم عن حالة وعي عميقة، فالأمان المنشود لا يأتي عبر الحياد والوقوف موقف المتفرج، ولا عبر الهروب إلى الأمام والانبطاح أمام الخارج. وعندما لا نكون بخير في وطننا فلن نكون بخير خارجه. والوطن ليس لمن أقام فيه وحسب، بل لمن دافع عنه، ليس لمن نعم بخيراته وتفيأ بظلاله وعندما طلبه لم يجده. هو لأولئك الذين لبوا النداء عندما ناداهم الوطن، رغم أن كثيرا منهم غبنوا في كثير من المواقع والأحيان، لكن عندما انتكس الوطن هبوا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم قائلين: هذا هو وقت العطاء، فكان عطاؤهم دون حدود. ومنهم من نال شرف الشهادة فأسقطت دماؤهم الربيع المزيف، وحمت الشعب من الخداع الذي كاد أن يفعل فعله في البدايات. أسقطت دماؤهم ما سماه الغرب ربيعا زورا وبهتانا، وكان نارا حاقدة حاولت حرق كل ما لامسته عبر طائفية بغيضة وحقد أعمى وتقسيم مقيت. فما كان ربيعا إلا لمن رسمه وخطط له وحاول تنفيذه، وها هو يفشل. فدماء هؤلاء الشهداء هي من حمت وستحمي الوطن والمنطقة، وهي التي ستحمي وحدة أرضنا وتكرس تجانسنا واندماجنا، وبنفس الوقت ستطهر مجتمعنا من الغدر ومن الخيانة، وتمنع سقوطنا الأخلاقي والإنساني والحضاري لعقود وأجيال. وهذا هو الانتصار الأقوى والأهم. والوطن عندما ينتصر لا ينسى من ضحى من أجله، ولأن الوطن حق فسيعطي كل ذي حق حقه. فتحية لأصحاب الحق الأكبر بالتحية، رجال الجيش العربي السوري.